ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى وديت العيال المدرسه وكنت راجعه تعبانه جدا، قررت ان انا اعمل شويه حاجات كده. الفيديو ده مقسوم اتنين. اول حاجه هنا طلعت كده بصل من التلاجة وقلت اقشره كده في السريع. طبعا عملت كميه محترمه عشان عايزاها في حاجه دلوقتي هقول لكم عليها. قبل اي حاجه صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام في الكومنتات، وادعوا لنا دعوه حلوه من قلبكم، احنا هنا في الغربه محتاجين كل دعوه. طبعا اديني اهو بقشر البصل زي ما انتم شايفين. وطبعا ما تنسوش يعني لو سمحتوا اللايك والشير والسبسكرايب اكون شاكره جدا. انا طبعا هنا كنت عماله اقشر في البصل زي ما انتم كده شايفين ايه. كميه بصل محترمه، اي بصل بقى عندك احمر اصفر ابيض اي لون يمشي معانا حلو مفيش اي مشكله. انا هنا كنت عينيا بدات تحرقني من البصل، شطفته شطفه كده سريعه كده حلوه جميله. جبت حله كده على النار ما فيهاش اي ماده دهنيه ولا حاجه، ونزلت كده باللحمه المفرومه. انا بجيب اللحمه هنا في امريكا عندنا ممكن نتحكم في نسبه الدهن زي ما احنا عايزين. انا بجيبها 85 و15. تمام، 85 لحمه احمر و15 دهون. دي بتبقى طعمها حلو وجوسي في نفس الوقت. لو جبناها معدومه الدهون خالص بتبقى ناشفه كده ودراي ومش حلوه خالص في الاكل. انما لو هي فيها نسبه دهون بسيطه بصراحه يعني بتطلع الاكل حلو جدا. فيعني اسمعوا كلامي وامشوا ورا تجاربي، لان انا اصلا احنا بنحب الاكل فتلاقوني كده ايه بتفنن في الحاجات. انا هنا كنت رايحه بقى اجيب ايه توابل بقى. توابل بقى ما اقولكوش يعني اشكال والوان وحاجات كده كتيره. حطيت طبعا هنا دي خلطه توابل انا اللي عاملاها. قرنفل وجوز الطيب على كزبره على فلفل، حاجات كتير كده هكتبها لكم في الكومنتات. وفلفل اسود ده مهم قوي قوي عامه، ده تحسوه محشور في كل حاجه زي الملح كده. الجنزبيل حلو قوي، في ناس تقول لك ايه جنزبيل على اللحمه. جنزبيل على اللحمه عشان بيشيل الزفاره بصراحه، يعني انا مجرباه وطبعا تحفه. وطبعا رشه القرفه المتينه عفرت عليا بس برضو بتضيع الزفاره وحلوه جدا. طيب ايه هنا بقى انا كنت بحط ايه وريني كده. تقريبا دي 7 بهارات. تمام، وبسم الله كده انا كنت عايزه اقلبها كويس قوي في التوابل دي. وزي ما انتم شايفين كده لغايه بس ما لونها يغير. يعني لونها يغير يعني ايه؟ يعني الدم اللي فيها بمعنى اصح ينشف، يعني تبقى عباره عن لونها رمادي كده زي ما المفروض بتطلع. هنا بقى جبت الكبه وهاتك يا تقطيع اديها بصل على قد ما تقدروا بقى. البصل كده ايه، العصاج يحب البصل والبصل يحب العصاج، يعني تحسوا ان الاتنين توأم ملتصق يلا هنا بقى بصوا قعدت افرم كده ايه. بحب افرمه فرمه خشنه كده عشان تبقى طعمها كده باين في اللحمه. البصل برضو مسكر، يعني البصل الاصفر ده او الابيض بيبقى مسكر. انا صراحه بفضله في الاكل يعني عن الاحمر. الاحمر شويه سلطات بحس بكده يعني. طيب هنا بقى رحت نازله بالبصل اللي انا عملته. طبعا انتوا حرين على حسب الكميه اللي انتوا عايزينها يعني، او على حسب حبه اللحمه اللي انتوا حاطينهم. كان لازم اغسل ايدي طبعا. وهاتك يا تقليب بقى، تقليب 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 على النار بجد يعني. امشوا كده على الخطوات وانتوا هتلاقوا كده شويه عصاج. لحمه مفرومه كده متعصجه ما اقولكوش. سكر سكر سكر. صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. تعالوا بقى هنا كنت هعمل ايه. طماطمايه. الحته دي بقى تاهت في التصوير، بس انا كنت جايبه طماطمايه كده كبيره او اتنين كانوا صغيرين تقريبا. فرمتهم كده خشن ورحت ايه نازله بيهم على العصاج. عشان بحب لونها كده يبقى بينك، ما تبقاش لونها كده ايه الرمادي اللي كنت بقول لكم عليه في اول الفيديو. زي ما انتوا كده شايفين شويه كده لما تتسبك وتاخد وتدي بشكل ودي هتلاقي لونها بقى حلو قوي. وما فيش مانع لو احنا نزلنا بمعلقتين كده صلصه صغيرين. الصلصه اهي قدامكم، بس تقريبا الفيديو طارت مني التصويره دي. تعالوا بقى ما اوريكم شكلها في النهايه. بصوا عامل ازاي ولا الريحه ما اقولكوش. كاس الفريزر وايه. عبي 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 وعلى الفريزر والف هنا وشفا. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.